السلام عليكم. ينتظر أن تحمل قائمة اللاعبين الذي سيستدعيهم الناخب الوطني جمال بلماضي للمشاركة في طرابلس شهر جوان المقبل استعدادا لمباراة أوغندا لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 23 المقررة بكوت ديفوار مطلع 2024. عديد المفاجآت اعتبارا أنه ينوي مواصلة ضخ دماء جديدة ولكن على حساب بعض الأسماء القديمة. وتؤكد معظم المصادر الصحفية لا سيما المتخصصة منها أن قائمة المنتخب الوطني التي سيختارها الناخب الوطني جمال بلماضي شهر جوان المقبل تحسبا للمشاركة في طرابلس الذي سيسبق مباراة أوغندا المقررة في 18 من شهر أوت من ذات الشهر ستحمل العديد المفاجآت وتقترب وتتباعد ذات المصادر في اللاعبين المرشحين للتواجد ضمن القائمة القادمة، إلا أنها تتفق في عديد من الأسماء التي ينتظر أن تكون جديد المدرب الوطني، وعلى رأسها نجم أولمبيك ليون الفرنسي والمرشح بقوة للانتقال إلى نادي روما الإيطالي هذه الصيفة حسام عوار الذي سيرسم من دون شك أول استدعاء له مع الفريق الوطني بعدما كان أجل التحاقه خلال التربص السابق لشهر مارس. وكشفت عديد التقارير الصحفية عن دخول اللاعب الجزائري في صفوف نادي أونجي الفرنسي عبد الله حماد أجندة مدرب المنتخب الوطني، معتبرة أنه قد يكون أحد الخيارات لتعويض إسماعيل بن ناصر في وسط الميدان بعدما تعرضه للإصابة. كما رشحت ذات المصادر عودة اللاعب سعيد بن رحمة من جديد إلى خيارات المدرب الوطني، وهذا بعد الموسم المميز الذي قام به مع نادي وست هام الإنجليزي ومساهمة الفعالة في قيادته إلى نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي. ثالث لاعب تحدثت عنه الصحف والمواقع الرياضية خلال الأسابيع الماضية كان المدافع حكيم زداركا الذي قدم بدوره موسم رائعا في الليغا الثانية الفرنسية مع نادي أوكسير، لا سيما عودته القوية خلال مرحلة الإياب. أما آخر اسم تم تداوله من طرف بعض التقارير الصحفية فهو مدافع نادي ترون الفرنسي ياسر العروسي، وهذا على خلفية نشره صورة له على حسابه الرسمي انستغرام رفقة أحد مناصري الخضر من أمام مقر القدس الجزائرية بفرنسا في خطوة تجاوب معها المتتبعون الجزائريين على أنها تأتي تحسبا لتغيير جنسيته الرياضية من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني. ومن جهة أخرى ينتظر أن يعرف طرابلس الخضر لشهر جوان غياب بعض العناصر في مقدمتها بن ناصر بسبب الإصابة التي تعرض لها واستدعت خضوعه لعملية جراحية إلى جانب يوسف بليلي البعيد عن المنافسة منذ أسابيع بعدما قرر مغادرة نادي أجاكسيون قبل نهاية الموسم. ويذكر أن المنتخب الوطني قد عرف التحاق 4 لاعبين محترفين جدد دفعة واحدة خلال التربص الأخير الذي جرى شهر مارس الماضي، وهم كل من مدافع نونت جوان حجام. ويذكر أن المنتخب الوطني كان قد عرف التحاق 4 لاعبين محترفين جدد دفعة واحدة خلال التربص الأخير الذي جرى شهر مارس الماضي، وهم كل من مدافع نونت جوان حجام، ظهير والهاربرونتون الإنجليزي ريان أيتنوري، وفارس شعيبي مهاجم تولوز، والنجم الصاعد لنادي نيس بدر الدين بوعناني. ومن جهة أخرى يستعد الناخب الوطني جمال بلماضي وأشباله لمواصلة مشوار المنتخب الجزائري في تصفيات نهائيات منافسة كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. ويترقب أنصار المنتخب الجزائري ووسائل الإعلام المحلية قائمة المدرب جمال بلماضي النهائية التي يعتمد على أسمائها لخوض تربص شهر جوان المقبل. وأعد بلماضي قائمة موسعة
هي الأكبر منذ توليها العارضة الفنية لكتيبة الخضر، تحسبا للعب المواجهتين المقبلتين بالنظر إلى وضعية لاعبيه المعقدة حسب ما كشف موقع الخضراء. واستقر الناخب جمال بالماضي على 40 اسما دونها في قائمته الموسعة قبل تقليصها إلى 26 لاعب أو أكثر سيلعبون مواجهتي منتخب أوغندا وبعدها ودية المنتخب التونسي. وحدد بالماضي قائمة موسعة ب4 أسماء تحسبا لأي طارئ، بما أن بعض لاعبيه أنهوا موسمهم مبكرا والبعض الآخر مصاب يتقدمهم النجم إسماعيل بن ناصر. وفي مهمة تحديد قائمة الموسعة أخذ مدرب المنتخب الجزائري بعين الاعتبار مواجهة بعض لاعبيه خطر تأخير تسريحهم من قبل أنديتهم في شاكلة القائد رياض محرز. ولن يكون رياض محرز متاحا لمدربه الوطني جمال بالماضي من بداية التربص المقبل، بما أنه سيلعب نهائي منافسة دوري أبطال أوروبا يوم 10 جوان المقبل رفقة ناديه مانشستر سيتي. ويخطط الناخب الجزائري لتقسيم قائمته النهائية إلى مجموعتين، الأولى سيعتمد عليها أمام منتخب أوغندا، فيما سيعول على أسماء الثانية في ودية المنتخب التونسي بعنابة وفق ما أكده الموقع السابق. وأشار ذات الموقع إلى أن بالماضي يبقى وفيا لعادته في تأخير كشف قائمته النهائية التي ستخوض معسكر الشهر المقبل. وسيواجه المنتخب الجزائري منافسه منتخب أوغندا يوم 28 جوان 2023 بلعب جابوما في الكاميرون ضمن مجريات الجولة الخامسة من تصفيات نهائيات منافسة كأس إفريقيا كان 2023 بكوت ديفوار. وسيستضيف المنتخب الجزائري شقيقه التونسي وديا بتاريخ 20 من شهر المقبل في مواجهة تلعب على أرضية ميدان ملعب 19 ماي بمدينة عنابة. وحد موفق للمنتخب الوطني الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.